الاهلي بطل البرونزية. الاهلي وبصوت عالي وبيقول انا البطل الكبير. الاهلي بصوت عالي اكتر وبيقول انا ببقى موجود في كاس العالم للاندية علشان افوز بالبرونزية، علشان ابقى متواجد في النهائي، رغم ان الاهلي انا عارف ما وصلش الفاينل ولا مرة، ولكن بيقول ان انا بنافس دايما. بيقول ان انا الاهلي اللي ببقى دايما وسط الثلاثة الكبار في كأس العالم للأندية، رغم ان ممكن يجي موسم كده وابقى مثلا الرابع، ولكن الموسم ده الاهلي بيقول افوز على الاتحاد، بخسر من فلومينسي منافس قوي رغم فرق السن والكلام ده كله، ولكن مباراة هربت تحكيميا في بعض الاوقات من الحكم اللقاء، والاهلي بيخسر من فلومينسي، ولكن بيتواجد امام فريق اوراوا الياباني علشان يفوز ب 4-2 في نتيجة قوية جدا 2-0. بنلاقي ضغط كبير جدا من لعيبة الاهلي بعد الهدف الاول. ما شفناش الكلام ده بقالنا كتير، من ايام مانويل جوزيه، من ايام كولر، ومن بعده من ايام موسيماني. لو نفتكر مباراة الهلال السعودي والاهلي كسب فيها بالاربعة. اسمع الكلام، علشان بتقعد تحفل على الاهلي وتقول له يا طعمية، رغم ان الطعمية اديتك 3 على قفاك وقالت لك اطلع بره كاس العالم، والاهلي اللي بيكمل وبيفوز بالمركز الثالث وبالبرونزيه، علشان الاهلي مش بيرد على الكلام بكلام ولا بيقعد يتكلم كتير، ولكن الاهلي بيرد في الملعب. مليون مبروك لجمهور الاهلي والنادي الاهلي، لقاء قوي جدا. قدر ان فعلا كولر يكون فرحان بشكل كبير، لعيبه الاهلي اللي حقها تفرح طبعا بشكل كبير بالفوز بالبرونزيه، يستحقوا الفوز بالبرونزيه، قدموا مباراه قويه. بعيد ان المباراه كانت موجودة هربت وبعد كده بترجع تاني بمعلول اللي بيقدر يسجل هدفين وبيقدر يعمل مباراة كبيرة. ضيع ركلة جزاء غريبة جدا، ولكن في الاخر معلول هيفضل، او هو هيفضل طول عمره تاريخيا محفور اسمه داخل النادي الاهلي، محفور اسمه داخل قلوب كل الاهلاوية، بعيد عن انتمائي كزملكاوي. ولكن لما تيجي تسأل اي حد اهلاوي هيقول لك معلول موجود جوه قلوبنا بشكل كبير جدا. الاهلي اللي بيسجل هدف ياسر ابراهيم رجوله، بعدها بنشوف بيرسي تاو، بعدها بنشوف معلول بيضيع، بعدها تعادل يا معلم 2-2 ومعلول بيضيع ركله جزاء، ثم بعد كده معلول يجيب التالت، ثم بعد كده معلول اللي بيفكرنا بقى بجول تريكا في 2006 وكاس العالم للانديه، علشان يقول ختامها مسك، ويفكرنا بالماجيكو محمد ابو تريكا، علشان الاهلي يخلص المباراه في البلاس 90 او في الدقائق الاخيره من الوقت الضايع 4-2. الاهلي بطل البرونزيه، الاهلي بيرد بالبطولات، الاهلي بيرد في الملعب مش بيرد بالكلام. وشكرا للناس اللي كانت بتقول طبعا طعميه، ولكن كل الكلام ده فارغ ملوش اي لازمه. دلوقتي عرفتوا مين هم الكبسه اللي هم ما عندهمش اي حاجه غير الكلام، يقعدوا يتكلموا بس، ولكن الفعل سيبه لنا احنا كمصريين او كالنادي الاهلي اللي بيرد بشكل كبير. مليون مبروك للاهلي والجمهور، واستنى حلقه بقى بالليل في السهره نتكلم فيها بشكل اكتر.